الميكروسكوب حاجة كلنا بنستخدمها عشان نشوف بيها تفاصيل أقرب. بس يا ترى لما بنقرب للتفاصيل دي بنحب نشوف ونتعامل مع نفس الحاجة دي تاني ولا لأ؟ النهاردة هنشوف الميكروسكوب مع مونيكا. ازيك يا مونيكا؟ الحمد لله، عاملة عاملة ايه؟ إيه؟ استخدمتي الميكروسكوب قبل كده؟ شفتي بيه حاجة من قريب؟ آه، ايه؟ كنت باشوف ورقة شجر. اوكي. بس حسيت إن هي حلوة أوي من بعيد، بس لمّا قرّبت شكلها ما عجبنيش. قوليلي ايه رأيك في العلاقات السطحية وازاي بتشوفيها، او بيكون أني أحسن لك العلاقات السطحية ولا العلاقات القريبة؟ باحس إن الأحسن العلاقات السطحية، مم. علشان بتخلّينا نشوف البني آدمين من بعيد. لمّا بندخل أوي في التفاصيل يعني ممكن نلاقي حاجات كتير أوي ما تعجبناش. كان في فيديو لهند صبري بتقول فيه، كان عاجبني جدًا بصراحة، بتقول فيه إنه ما ينفعش إن أنت تبقى شفاف مع أي حد، وإنه قلبك مش أي حد يستاهله. مش معنى كده إن أنت تمثّل أو ما تبقاش حقيقي، بس ما تبيّنش كل حقيقتك لحد. فدايمًا باحس إن الدوائر البعيدة أأمن، هتفضلي شايفاني كويسة وهافضل شايفاكِ كويسة، وهنفضل شايفين في بعض كل حاجة حلوة، ننزل نخرج نتقابل نتعامل، بس مش هيكون في أذى منِّك، مش هيكون في ضرر منِّك، لإني في الآخر أنا مش شايفة فيكِ حاجة وحشة وأنتِ مش شايفة فيّا حاجة وحشة، فنتعامل من بعيد لبعيد. أنتِ إيه رأيِك؟ بُصّي، هو أنا زمان كنت باحب إن أنا أبقى قريّبة أوي للناس وأقرّب لهم أوي وأعرف كل حاجة عنهم ويعرفوا كل حاجة عني ونبقى قريّبين جدًا، بس أنا بعد كده بقى اكتشفت لمّا اتعاملت مع ناس معيّنة كده، اكتشفت إن الموضوع ده ما ينفعش خالص، إن فعلًا العلاقات السطحية أحسن بكتير، لإن لمّا الناس دي قرّبت منّي أوي، لقيت إن هُم استغلاليين، لقيت إن هُم بيقرّبوا منّي بيبقوا علشان عايزين خاطر حاجة معيّنة بس آه. مش بتبان في الأول. بالضبط، بيبقوا عايزين مصلحة معيّنة، بس هُم في الأول بقى بيبيّنوا إن هُم حلوين أوي وكويسين أوي وكل حاجة حلوة عشان يفضلوا يقرّبوا منِّك، يقرّبوا منِّك ويكسبوا ثقتِك، وبعد كده بقى تلاقيهم خلاص بقى طلبوا بقى حاجة، مصلحة، عرفوكِ مصلحة عشان خاطر حاجة معيّنة، تلاقيهم بقى ابتدوا خلاص يدخلوا بقى حياتِك وبيقتحموا حياتِك حرفيًا وبيبتدوا كمان يأثّروا عليها، وبيبقوا هُم إمم. مبسوطين أوي بحاجة زي كده. دي حقيقة، بس لمّا المصلحة دي بتخلص الأشخاص دي بقى بتبان على حقيقتها فعلًا. بالضبط، لمّا ابتديت بقى أعرف كمان وقرّبت لهم بقى وبقيت أعرف كمان هُم عايزين إيه، وبقوا بس بيبقوا إن هُم كويسين في الوقت اللي هُم عايزين فيه الحاجة دي، لكن بعد كده اهم. بتلاقيهم خلاص بقى بانوا على حقيقتهم الموضوع بيبدأ وبقينا يتغيّر. بالضبط، بقيت شايفة أصلًا شخصية تانية خالص. بس برضه يعني مش عارفة، باحس إن العلاقات السطحية دي مع يعني مش مع كل الناس، يعني إمم. باحس برضه إن إحنا بنبقى في حياتنا محتاجين لعلاقات قريبة. هو أكيد بيبقى في لازم يكون في ناس قريّبة، بس الفكرة إن هُم بعد ما يثبتوا إن هُم يستاهلوا إن هُم يكونوا قريّبين، بالضبط. مش من بعيد لبعيد ويالّا فجأة نبقى قريّبين. هو أصلًا العلاقات كمان القريّبة يا دوبك المفروض يبقوا كام حد كده صغيّر أو كام حد قليّل أنتِ already وثقتِ فيه، وalready عدّيتوا مواقف كتيرة جدًا مع بعض، وalready أنتِ عارفاهم كويس أوي من زمان، وعارفة إن أنتِ حتى هُم مستحيل يأذوكِ، مستحيل يستغلّوكِ، مستحيل أي حاجة. لكن الناس الجديدة اللي بنتعرّف عليها بقى ومثلًا في الشغل، في مثلًا مصالح معيّنة إحنا عايزينها، الكلام ده كلّه، ده باحس إن لأ، علاقات سطحية طبعًا بس. لمّا بيبقى حواليكِ ناس قريّبة كتير، بتحسّي إن أنتِ بت بتضايقِك مشاكلهم، إمم، مشاعرِك كمان بتشيل حاجات زيادة عن طاقتها العادية، فاهمة قصدي؟ إمم. ففكرة إن يبقى في ناس كتير قريّبة، مش ناس كتير تستاهل إن هي تكون قريّبة، هو ده اللي أنا باتكلّم فيه، إنه لازم الحد ده يثبت إن هو يستاهل إنه يكون قريّب، فيكون قريّب، عشان لو أنتِ قريّبة منّي وزعلتِ، حصلت لِك مشكلة، أنا هاشيل هَمِّك، أنا هابقى معاكِ في المشكلة، هابقى طول الوقت عايزة أساعدِك، فأنا طول الوقت هابقى معاكِ، مضغوطة معاكِ، حاسة بيكِ، ومش أي حد يستاهل إنه يوصل للنقطة دي، ده اللي أنا باتكلّم فيه، فاهمة قصدي؟ إمم. آمم، لمّا بيبقى حد بعيد مش بنكون متضايقين زي ما بيكون حد قريب، مشاعرهم مش هتضغط علينا، ممكن نساعده، ينفع نتكلّم معاه لو هو احتاج ده، بس المشكلة مش هتفضل ماشية معاكِ في يومِك، زي ما يكون حد قريب. العلاقات السطحية مُريحة جدًا،
يعني حاجة مريحانا، حاجة مش ما عندناش ضغط فيها، ما فيش stress، ما فيش إحنا مش إمم، متابعين مثلًا الشخصية دي، أو مش متابعين مثلًا الحد ده كل يوم، ما بالضبط، نعرفش أخباره بالdetails، ما نعرفش المشاكل اللي هو ماشي بيها إيه، إحنا بس يا دوبك بنتقابل، بنبقى مبسوطين، بنقضّي وقت لطيف وخلاص. لكن العلاقات القريبة دي بتبقى محتاجة مجهود مننا، بس المجهود ده بيبقى حلو لو متبادل. ومتبادل من بالضبط، ناس كمان، متبادل من ناس أنتِ already عارفاهم وحافظاهم، وإن أنتِ عارفاهم من زمان جدًا، فهُم أصلًا مش عارفينِك من الأول لمصلحة. يعني إحنا دلوقتي ممكن الناس بتعرفنا عشان مثلًا عايزين مننا حاجة أو إمم، كده، لكن الناس اللي إحنا كنا عارفينهم من زمان أوي زي أيام المدرسة والأيام دي، الأيام دي كنا أصحاب من غير مصالح. بالضبط، هُم دول بقى لمّا فدول بقى بيفضلوا بيبقى الموضوع حلو. بالضبط، دول بقى اللي وجودهم في حياتنا فعلًا بيفرق، وقربهم لينا فعلًا مفيد لينا. يعني أنا بصراحة حصلت لي حاجة في حياتي لمّا وقعت، كانت الناس دي أكتر ناس موجودة، لإن هُم كده موجودين already من بدري، أيوه، دول اللي مش يستاهلوا عايزين يبقى يبقوا علاقاتهم موجودين عشان قريبة. حاجة، هُم موجودين عشانِك، هُم مش موجودين عشان خاطر حاجة معيّنة هُم عايزينها منِّك، هُم طول الوقت موجودين. دول بقى اللي يستاهلوا يبقوا قريبين، يعني دول الدايرة القريبة، لكن ما ينفعش إن يبقى في ناس كتير قريبة من غير ما يكون في داعي إن هُم يكونوا قريبين، يعني ما ينفعش زي ما أنا طول الوقت باسأل عليكِ أنتِ لأ، ما تسأليش عليَّ غير لمّا تعوزي حاجة، فاهمة قصدي؟ إمم، أكيد أنتِ ما ينفعش تبقي قريبة، أكيد. بس لكن هي الفكرة إنه لازم عشان أقرّب من الناس البعيدة دي أو العلاقة السطحية دي تبقى قريبة، لازم أكون ضامنة إن هي مش مؤذية، لازم أكون ضامنة إن هي هتدّيني زي ما أنا هادّيها، فاهمة قصدي؟ إمم. السطحية في الrelationship بتوصّل لإيه من وجهة نظرِك؟ بُصّي، أنا باحس إن السطحية في الrelationships هي أكتر سبب بتخلّي الناس أو بتخلّي العلاقات بينهم بتفشل، لإن هُم في الأول بيبقوا شايفين بقى، بيبقوا باصين بس على الشخص من برّه. الشكل، بيبقوا شايفين الله ده جميل، الله ده شكله حلو، ده الperfume بتاعته حلوة أوي، ده إمم، الshoes بتاعته تحفة وhandsome وبيروح الgym ومش عارفة إيه، الكلام ده كلّه هُم بس شايفين الشخص اللي قدّامهم من برّه. هي بالضبط العلاقات السطحية، فبالضبط هُم بيبقوا عاملين بقى زي حلاوة البدايات، بيبقوا مبسوطين بالبداية، بالحاجات اللي هُم شايفينها، بالسطحية اللي هُم شايفينها من برّه، لكن بعد كده بقى لمّا خلاص هُم عجبهم الcharacter ده من برّه، فبيدخلوا بقى في الrelationship، بعد كده بقى بيبتدوا يكتشفوا في الخناقات والمشاكل بقى، الdetails، يبتدوا بقى يتخانقوا، يبتدوا بقى تلاقي إيه ده، لأ ده في حاجة مش عاجباني، إيه ده لأ ده مش بيحط perfume، ده ما غسلش وشه الصبح قبل ما ينزل، اهم، ده مش عارفة الshoes بتاعته لأ اتطربت النهارده أو مش عارفة أعمل إيه، لأ فخلاص هُم بقى بيبقوا شافوا بس الموضوع من برّه، فعجبهم الموضوع فدخلوا بقى في الrelationship، واللي هو يالّا بقى هنتخطب ويالّا بقى هنتجوّز والكلام ده كلّه، بعد كده بقى يلاقوا مشاكل، ويبتدوا بقى يتخانقوا، تلاقي بقى شغله مش عاجبها، أو هو مثلًا خلاص هي شكلها ما بقاش عاجبه، ما بقِتش تغيّر طريقة لبسها، بالضبط، تغيّر الناس اللي حواليها، بقِت تلبس حاجة تاني مثلًا ستايلها اللي هو كان عاجبه خلاص هي ما إمم، بقِتش تعمله، لكن هو ما شافش شخصيتها نفْسها من جوّه. يعني ما شافش الشخصية نفسها، ما عرفش هي من جواها حد كويس، حد وِحِش، بعد كده ممكن يكتشف أصلًا إن شخصيتها أصلًا ما تنفعش معاه، أو شخصيته ما تنفعش معاها، إمم، فده بسبب السطحية بقى، إن إحنا بس شُفنا من برّه الcharacter من برّه، لكن إحنا ما عرفناش الcharacter أصلًا هو ده عامل إزاي. عشان هُم في الأول بيكونوا مشغولين إن هُم يتكلّموا في الحاجات اللي يبيّنوا فيها إن هُم حلوين بس، بالضبط، كل واحد فما في بتبقاش في الأول مشكلة باينة، بيحاول يبيّن نَفْسه إن هو بقى تحفة، وإن هو بقى فظيع، وكل واحد بقى بيحاول يبيّن إن هو في الأول بقى حاجة تاني. بس أنا برضه عايزة أقول حاجة، في موضة جديدة كده طالعة إن الولد بيقول أنا مش قادر أتكلّم، فمثلًا بيتكلّم اللي هو أنتِ نازلة، أنتِ طالعة، أنتِ جاية و وأنا باحبِّك وكل حاجة، بس مش قادر إن أنا أقعد أتكلّم، باشوف إن دوّة ممكن يعمل مشكلة بقى لو الموضوع دخل في الجد، في الجواز مثلًا، ما مش هيكون عارفها بجد، مش هيكون عارفها كويس، هو مش قادر يتكلّم أو ما بيتكلّموش أو ما بيشوفوش بعض لدرجة إن هُم يعرفوا بعض كويس،
بتبقى العلاقة سطحية وما بيبقوش عارفين إنه هُم عرفوا كده بعض من برّه، لمّا بييجوا بقى يخشوا في الجد بيكتشفوا حاجات جديدة. فدي مثلًا موضة جديدة طلعت إنه أنا مش قادر أتكلّم بس لأ، أنا باحبِّك وهنمشي في الsteps تمام وكل حاجة، بس ساعتها بيبقى في مشكلة أكبر إنه في مشاكل وهُم مش عارفين المشاكل دي جات منين، بس هي بتبقى جات إنه هو مش عارف الحد ده بجد من جوّه، مش عارف هو بيحب إيه وبيكره إيه، مش عارف أصحابه القريبين أوي مين، بيبقى عارف بس الحاجات اللي من برّه. فهو ده برضه مشكلة من ضمن المشاكل بتاعة السطحية بس اللي ما بتبقاش باينة. باحس إن العلاقات السطحية دي تنفع في الصحاب بس ما تنفعش في الrelationship يعني في الrelationship لازم نكون واضحين أكتر. بُصّي، إحنا لازم طبعًا نبقى واضحين في الrelationship لإن كده وكده أنتِ خلاص already هتباني ومش هينفع نfake مثلًا حاجة أو مش هينفع إن إحنا نخبّي حاجة، فإحنا already لازم نبقى pure لازم نبقى على طبيعتنا، لازم نبيّن كل عيوبنا وكل مميزاتنا، لإن الشخص اللي قدّامنا كمان لازم يبيّن عيوبه ومميزاته عشان نعرف هنقدر نكمّل مع بعض، هنقدر الحياة اللي جاية دي كلّها هنقدر نعيشها مع بعض والّا لأ. ممكن في عيوب أقدر أتقبّلها وفي عيوب ما أقدرش أتقبّلها، بس أنا لو قدرت خلاص العيوب اللي قدّامي أو في الشخص اللي قدّامي دي قدرت أقبلها، يبقى أنا هاقبل البني آدم كلّه كpackage، هاقدر أقبل البني آدم بعيوبه بمميزاته كلّه كpackage واحدة، هاقدر أكمّل بيها وهاقدر أكمّل معاها حياتي كلّها. شكرًا يا منى. شكرًا. مش كل التفاصيل البعيدة وحشة، ومش كل التفاصيل القريبة هي الأحلى، ده اللي النهارده حاولنا نوصّله في بوست.